بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله صيام زي ما انتوا عارفين التلاتة البيض بتوع رجب إن شاء الله كده. زي ما شايفين كده قطعت القوطة، حطيت عليها حبة سكر فرمتها. هنحط كده هنصفي القوطة من البذرة والقشرة بتاعتها يا جماعة. هنا البصل حطيتها على النار، حطيت المادة الدهنية فيها، اقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده. نعمل فطار النهاردة كده للصيام. النهاردة السبت، كل سنة وانتوا طيبين. هقلب كده قلبت البصل، احط عليها البسلة كده بالجزر يا جماعة ونقلبها كده مع بعضيها. البصلة خليتها اصفرت حبة بس، وحطيت عليها البسلة كده. افضل اقلب فيها كده. هنا صفيت، بصوا القوطة يا جماعة، شلنا البذرة والقشرة منها اهي. بصوا ده ما بحبوش في الاكل زي ما انتوا شايفين. هو ممكن يبقى في المحشي في المكرونه، لكن في الطبيخ مثلا مش زي كده، لا. هنا كده افضل اقلب فيها كده. بصوا لغايه ما بصوا خلاص هي كده دخلت على سوا. هنا بقى قطعت فلفلايه حمرا على فلفل الوان من الاخر يعني. اقلبه كده كان مديها طعم جميل جدا. هنا حطيت عليها القوطه اهي. هسيبها بقى على النار كده، نقلبها ونسيبها كده تستوي كده مع نفسها زي ما انتوا شايفين كده. نقلبها كده اهي. دي طريقة جديدة للبسلة يا جماعة وسهلة وبتخلي الاكل حلو. هنا واحدة مرقة بحبة كزبرة وحبة ملح. تحية البسلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنا قطعت قطيتين على بصلاية على حبة واحدة مرقة زي ما انتوا شايفين اهي. حطيتها نحطها كده على النار. نحط حبة كزبرة برضو ونقلبهم كده على النار مع بعضهم اهو. خليهم يتشوحوا كده، تطلع ريحة البصل بالقوطة بالكزبرة. حطيت عليهم الفراخ اهي. ده فطرنا النهاردة يا جماعة السبت. صايمين الثلاث ايام القمرية ان شاء الله كده. زي ما انتوا شايفين كده. يلا ربنا على صلاح الحال لنا ولكم وللجميع. هنحط حبة زعفران عشان تدي الشوربة لون كده اهو. هنقلب كده الفراخ بتاعتنا بالطريقة زي ما انتوا شايفين اهي. نحط لها مية تنشفت كده، نحط لها مية وهنسيبها بس تاخد لها غلوة كده، وعشان اكمل سواها في الخلطة اللي انا هعملها لها كده. هي بس تغلي غلوة كده بس تعمل شوربة وخلاص عشان نعمل بيها الرز. هنا ده قوطة وحبة كزبرة وعلى فصين توم على بصل زي ما انتوا شايفين كده الخلطة ديت، وعلى جزر اهو. هنفرم كله كده مع بعضه. هعمل الخلطة بتاعت الفراخ. حط كده في الخلاط اهو. فصين توم على الكزبرة على بصل على قوطة على جزر اهو. نحط كل الكمية بتاعتنا في الخلاط يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهي. حبة برضو تاني كزبرة تاني اهو. حبة ملح، حبة سكر، حبة خل اهو. تدي طعم وريحة للفراخ اهو. فرمنا الخلطة بتاعتنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين. طلعت الفراخ
نص سوا. هفضي عليها الخلطة بتاعتنا دي، هنحطها كده على البوتاجاز من فوق، بعدين ندخلها تحت الشواية تاخد لون يعني. متنسوش يا جماعة تنورونا باللايك والاشتراك، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا النهاردة الفطار معنا النهاردة السبت، صايم من الثلاث أيام القمرية. البسلة بتاعتنا استوت، حطينا ديت على البوتاجاز من فوق. الشعرية هنحمر الشعرية يا جماعة اهي عشان نعمل الرز. نقلب الشعرية كده ايه لما تحمر. الشعرية بالذات تحطيها ما تسيبهاش، تفضلي تقلبي فيها عشان ما عشان لا اله الا الله ما شاء الله. هنا هنحط حبة ملح. نحط الشوربة بقى، نسيب الشوربة بتاعتنا اللي هي خدت اللون الأصفر دوت. تخلوا الرز أصفر. ده البصل والقوطة اللي كان في الشوربة نحطه على الرز، بيديله طعم جميل جدا، ما بشيلوش، بيخلي الرز طعم اهو. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، كل سنة وانتم طيبين. وتفضلوا الفطار معانا النهاردة. حطينا كده الرز بتاعنا الأصفر مع البسلة الجميلة دي. أسهل طريقة بسلة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. بسلة بالجزر والفلفل الألوان، زي ما انتوا شايفين اهي. حاجة جميلة والله، حاجة لذيذة وبألف هنا وشفا اللي كل واللي ياكل. وادي الفراغ بتاعتنا اديناها وش تحت الشواية. وربنا يصلح حالنا وحالكم، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تنورونا وتفضلوا معنا، ونشوفكم في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.